بعد الموقف الصعب اللي حصل في مباراة الأهلي والجيش الملكي، واللي شفنا فيه توتر كبير وزجاجات اتحدفت على لعيبة الأهلي، محمود الخطيب رئيس النادي مسكتش. أول حاجة عملها الخطيب إنه تواصل مع البعثة في المغرب فوراً، وطمن على كل اللاعبين والجهاز الفني، وأكد لهم إن النادي واقف معاهم خطوة بخطوة. الخطيب طلب من كل أفراد الفريق إنهم يهدوا ويركزوا وما يشغلهمش اللي حصل، وقال إن الأهلي أكبر من أي مشكلة، وإن النادي ليه قيمة واحترام في أي مكان. وأكد كمان إن الأهلي عمره ما هيسيب حقه، وإن الإدارة هتتخذ كل الإجراءات المطلوبة لحماية اللاعبين وحفظ صورة النادي. رسالة الخطيب كانت واضحة: الأهلي فوق أي إساءة، وسلامة اللاعبين أهم من أي نتيجة، والاسم الكبير لازم يفضل مرفوع في كل دولة وكل ملعب. وبكده بيأكد الخطيب للجماهير إن النادي متماسك، وإن الأهلي دايما بيعدي الصعاب وبيرجع أقوى من الأول.